باسمك أيها المسيح إلهنا قد اجتمعنا كلنا تحت رعايتك لنستمع إلى كلماتك، وأنت تعزي قلوبنا وتمسح دموعنا وتعطي راحة لنفوسنا. فمجدا لك أيها الحبيب، وأنت تعطف وتشفق على جبلتنا الضعيفة، وها نحن بين يديك نستمع إليك، وأنت المعلم الأعظم الذي تعلمنا نحن البنين، فلك الشكر كل حين. لو عشنا في المجتمع دون أن نجيء إلى الكنيسة لامتلأنا كثيرا من غبار الحياة وزحمتها ومصائبها، ولذلك نلجأ لكي نحتمي بالمسيح في كنيسته بعيدا عن الضوضاء والمشاكل، منحصرين ومتأملين في محبة المسيح التي تحصرنا، المحبة الغامرة والكاملة التي نستريح إليها وبها نشبع وقلوبنا تتمنع. فاسم الرب برج حصين يلجأ إليه الصديق ويحتمي ويتمنع، يكون في مناعة وفي حصانة. نجيء إلى الكنيسة لكي نسمع آيات ونشترك في ترنيمات، وتمتلئ نفوسنا بالحنين إلى ملكوت السماوات، لأنه لو كانت حياتنا محصورة في هذه الدنيا، في هذه الحياة المؤقتة فقط، لكنا أشقى جميع الناس. ولكن يسوع علمنا أن نسعى وراء حياة أكرم وأجمل وأعظم. فنحن نستمع ونحن بين يدي المسيح أن مريم الجالسة عند قدميه تستمع إلى كلام الحياة، ولو أن أختها حقيقة تعمل طعاما لتقدمه للمسيح الجالس في بيتهم، ولكن مريم كانت أسعد حظا لأنها تطلب الحياة الأبدية، الحياة التي تبدأ من هنا وتستمر وتتوالى المسيرة إلى أن تصل الروح ثم تستريح بين يدي المسيح في وليمة العرس. من هنا تبدأ المواكب ثم تتواصل في نور وضياء وإشراق حقيقي آت من السماء
لا هي أنوار تشرق أو تنطفئ بعد حين، ولا هي الشمس الطبيعة التي تظهر نهارا ثم تختفي ليلا، ولكن في النور الأعظم، النور الشارق. ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها. شفاء ماذا؟ شفاء من الخطية، راحة أبدية، كمال حقيقي، نمو وسمو، وليس هي أجساد تتحرك ثم تستقر أخيرا في التراب. ليس هذا هو قصد الحياة. الحياة التي في المسيح ليست هي أكل أو شرب، سعي وراء معيشة، كسب وحصاد مادي، ولكنها حياة روحية، حياة حقيقية، حياة نورانية ليست فيها مشاكل أو متاعب أو أحزان أو أفكار تقض المضجع فتستيقظ رغم أنك مجهد وتعب. ولكن الراحة هي راحة حينما تجلس عند قدمي يسوع. هنالك مجنون أصابه الشيطان في الصميم، جعله يجرح نفسه ويسكن القبور ويتجرد من ملابسه ويسعى لكي يهاجم العابرين، وليست فيه ذرة من العقل. وليبحث كل واحد منا هل يقبل على نفسه أن يكون عاريا، رغم أن هذا العري هو عري بسيط، ولكنه مجرد من الحس ومن الذوق العام، فيجرد نفسه من ملابسه ويجرح ذلك الجسد بالأحجار، وإن كان يتكلم في عبارات نابية لا تصلح لكي يكون إنسانا كاملا ولا معوقا، بل شيطانا آثما وشريرا يسعى إلى الضرر وليس فيه من نفع. هذا الإنسان الذي جرحته الخطية وتوارثته البلايا وأمسك به الشيطان مسكة قوية لا يدرك من بعدها يمينا أو شمالا، ولكنه شكلا يعيش وحقيقة الأمر ميت، مقتول ومجرح ونازف للدماء، دماء الذل والهوان. ليست هنالك من رفعة أو تطلع نحو السماء أو كلمة حلوة أو ترنيمة عذبة أو اطمئنان في داخله، بل ثور هائل، ثور هائج، وفي صرخاته رعب وفزع، والناس يخافون منه، وأقرب الناس أقرباؤه يبتعدون عنه. ولكن حينما ينظر إليه يسوع، وحينما تواتيه نعمة مجانية جاذبة له، ويقترب شيئا فشيئا من يسوع، إذا به يصحو من الغفلة، وإذا به يبتعد عن ذلك الرعب الذي ملأ كيانه وأرعب به الآخرين. يصحو، يستيقظ، يمسك بالملابس ويلبس، وعند قدمي المسيح يجلس عاقلا وليس شاردا، جالس لابس عاقل،
لا تظن ان العقل هو مجرد التفكير العابر. العاقل هو من يفكر في النافع، وماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ او ماذا يعطي فداء عن نفسه؟ ايشتري الفداء؟ كيف يشتريه؟ انه نعمة مجانية اعطاها يسوع الفادي للبشرية. واي بشرية؟ انت وانا، نحن جماعة المؤمنين الذين نؤمن بان المسيح جاء مخلصا وفاديا وغافرا للخطية وشافيا من كل الاوجاع الروحية. لا قيمة للاوجاع الجسدية اذا ما انتصرت الروح وكانت في حالة مفرحة. هذا الفرح الذي يوهب لنا من مصدر الفرح الحقيقي يسوع يبعد عنك كل شعور بالآلام الجسدية، بل انك تسبح ولو كنت في الاتون المحمى اضعاف اضعاف ما اراد الملك ان يلقي فيه اولئك الفتية. حموا الاتون وسبعة اضعاف، حتى ان اولئك الرجال الاقوياء الاشداء الذين امسكوا بالفتية لطرحهم في الاتون ألسنة النيران الممتدة من فم الاتون لحقت بهم فانطرحوا موتى. اما اولئك الذين دخلوا في العمق والنيران المشتعلة تتحول الى انوار هادئة، كانت هي دفء وراحة وهدوء، والملابس العادية كانت لها قوة وقدرة ان تتغلب على النيران فلا تحترق، وليس هنالك من رائحة للحريق لا في الشعر ولا في الاجسام ولا في الملابس، انما فقط اعطيت ان تحرق تلك الحبال التي تقيد الايدي والارجل حينما طرحهم اولئك الابطال ماتوا حريقا وهم خارج الاتون. اما انت ايها المؤمن وكذلك معك او نحن معهم اولئك الفتية القديسين، فكانوا انما في فرح وتهليل وتسبيح للملك المسيح. سبحانك يا الهي. واذا بهم يتمشون ويتطلع الملك من خارج وينظر اولئك الثلاثة ويحصي عددهم 1 2 3 ولا يستطيع ان 4. أليس 3 رجال ألقوا في النيران؟ نعم يا جلالة. لا، أنا أرى 4 والرابع شبيه بابن الآلهة، هكذا تعبيره. هنا ظهور من المظاهر الروحية التي تجلى فيها الرب وسط الأتون لكي يحوله إلى سلام وندى. ظهور في العليقة، ظهور في الأتون، ظهور أيضا في الجسد. يولد كما ولدنا ويلبس ملابس كما نلبس، ويكون رضيعا بين يدي الأمومة مريم العذراء. يا لها من قديسة اختارتها السماء لكي تأخذ منها جسدا، فتقدست أحشاؤها بالروح القدس
التي حل بين جنباتها. هذا الروح المعزي والمقوي والذي أنشأ له جسدا أخذه من مريم العذراء فصار إنسانا فيما بيننا. هذا الروح المعزي هو نفسه الذي أرى فيما بيننا أنه يعطى لنا نعمة مجانية عن طريق سر المعمودية. يسوع الذي ولد فيما بيننا، الروح القدس يحل عليك أيتها العذراء وقوة العلي تظللك، ذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. ونحن أيضا يسوع دعانا بنينا ولسنا عبيدا. الروح القدس في مسحته للمؤمنين حينما يدخلون جرن المعمودية ويخرجون منه ويمسحون بالدهن والمسحة المقدسة، يكون قد حل عليهم الروح القدس وملأهم. لذلك نحن أبناء بالحقيقة، لذلك الذي وهب لنا البنوة وأعطانا أن نكون أبناء له فهو أبونا، الذي قال لنا عندما تصلون وتطلبون قولوا أبانا، أبونا الحبيب، أبونا السماوي، أبونا الذي يرعانا ويهتم بكل مصالحنا وباحتياجاتنا الأرضية والزمنية، بل والملكوت الدائم، الحياة الخالدة. لكن لا يتركنا نستقر في التراب، تراب وإلى تراب يعود ذلك الجسد الترابي. أما الروح فهي نفحة من الإله القدوس أعطيت للبشرية وأعطيت مجانا، وفوقها مواهب النعمة. عندما تهاجمك الخطية وتقترب منك الأفكار الشيطانية وتجد نفسك مقيدا لإبليس، ارسم علامة الصليب وقل باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. يسوع الإله القدوس الكامل العاقل، الإله المحب الفادي، الذي ولد فيما بيننا، ظهر في الجسد كإنسان لكي يقترب من الناس ويحيا فيما بينهم، يحيا إلى الأبد. ولكن لفترة ظهر وعاش وكان مقويا ومعزيا وشافيا وصانعا لعجائب. لم تقف أمامه أي عقبة. ميت أقامه، مريض شفاه، إبليس هزمه، غريب الجنس اقترب منه ورفع جميع الفوارق البشرية، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض. كل البشرية دعاها. أنت عليك أن تحرص على هذه الدعوة وتجاهد لكي تحتفظ بها. وأيضا النعمة التي أعطيت إياها، تذكر باستمرار أنك وإن كنت معرضا للهجمات الشيطانية، ولكنك قد أعطيت قوة سمائية بها تستطيع أن تقهر الشيطان، أن تغلبه وتهزمه وتصير أقوى منه. وملائكة الله تأتي لكي تدفعه بعيدا عنك. فقط عليك أن تسأل يسوع: يا يسوع،
هل تتركني وحدي؟ لذلك الشيطان يعذبني ويغريني ويهاجمني ويجردني من الحياة الروحية. يسوع ما يرضاش، لانك انت في موقع وموضع ومكان البنوة. اي اب يسمح لابنه ان يحترق امامه، او اي ام لا هذا ولا ذاك يسمح للابناء ان يتعذبوا وامام اعينهم ودون ان يمدوا اليهم يد المعونة. يجري الاب، تجري الام، يطفئ النيران عن ابنائهم، يقدمون لهم كل معونة. السماء مصدر المعونة الحقيقي. اما الاباء الجسديين فقدراتهم محدودة، لكن القدرة الكاملة والشاملة هي من السماء عن طريق يسوع الظاهر فيما بيننا. قد تقول انني لا اراه باعيني. اين هو؟ ارفع قلبك، ولست اقول حواسك البشرية فقط، ارفع عقلك. اين هي عقولكم؟ يجب ان نرد وان نقول جميعا هي عند الرب. وما دامت عقولنا وافكارنا مع المسيح نجد الاجابة الطيبة ان المسيح الذي وعدنا قائلا ها انا معكم كل الايام ولا انقضاء العالم، لابد ان يكون فيما بيننا، يسمع لاوجاعنا ويعطي ردا كاملا بالاطمئنان والعزاء والفرح الحقيقي. لكنك قد تقول انني لا اسمع صوته. لا، فقط عليك كما يقول الروح القدس من له اذنان للسمع فليسمع. اذان السمع هي عندها الحاسة التي تدرك بها وتميز ما بين صوت العالم، صوت الشيطان، صوت الخبث والرياء، وما بين صوت الحب وصوت الحنان وصوت الصدق والإخلاص. يسوع المحب في صوته رنة صادقة، وعنده الرد الذي يقنعك ويشبعك أنه هو الصادق الأمين، وليس هذا من البشر ولكنه من السماء التي نحن إليها، والتي وعدنا أننا لن نبقى في هذا العالم طويلا، ولكن المسيرة تبدأ خطوة فخطوة إلى أن نصل إلى بر وشاطئ الحياة الأبدية، الحياة الممنوحة من مصدر الحياة. الحياة عند من؟ عند يسوع اللي هو وحده الحياة. مات، قبر، وقام وأقامنا معه، ثم أجلسنا. أين؟ على الأرض، في السماويات. حتى وإن كنا على الأرض ولكن الفكر والأحاسيس تبحث عن الباب الذي يوصل إلى السماء. ومن هو الباب؟ يسوع وحده هو باب الخراف. الخراف اللي تدخل الحظيرة من الباب اللي هو يفتح يسوع هو الباب الحقيقي. لكن أبواب الشر، أبواب الخطية مدمرة، ليست فيها حياة ولا فائدة ولا منفعة، بل شر وضرر. نفكر في مكاسب، أين هي؟ نفكر، ولكن التفكير قد يضنينا ولا يصل بنا إلى فائدة. أيها المعلم الصالح،
ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ بحث كثيرا هنا وهناك عن معلمين وسألهم رغم الكتب التي بين أيديهم، لكنه لم يجد جوابا شافيا يشبع نفسه ويقنعها بأن أجوبتهم تعطيه عزاء أو سلاما أو شفاء للروح الموجوعة التي لم تجد ريا في الحياة. سعى إلى يسوع وبكل ثقة: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ هنالك أمر صادر: تحفظ الوصايا. حفظتها منذ حداثتي. يسوع تطلع إليه في شبابه ونضارته، ومع ذلك ليس طائشا، ويسعى ويفكر ويطلب ويسأل. وفي هذه الأسئلة التي وجهت إلى كثيرين قبل المسيح لم يجد فيها الإقناع الكافي، بل تاه ذهنه إلى أن وقف أمام يسوع. قال له يسوع: الوصايا؟ نعم، حفظتها منذ حداثتي. ولكن يسوع يقول: يعوزك شيء واحد. أنت متمسك بالدنيا وبالمواريث وتسعى لكي تزيد الأرصدة وتكتنز في خزائن الأرض. هنا موطئ الداء. عليك أن تتخلى عن هذه الربط التي تقيدك وتربطك بالأرض ولا تجعل لك منها فكاكا. أنت مسجون. السجن الذي يربطك: اذهب بع كل أموالك، تخلى عن أموالك، إنها رباط يقيدك. أما الحفظ الشفوي وليس العملي لن يفيدك شيئا. بع كل أموالك ثم وزع. عليك أن تبحث عن المحتاجين. لا تجعل قلبك يرتبط بها، بل يرتبط بالحياة العظمى، الحياة الكاملة التي بها تستطيع أن تكون سعيدا. وزع على المحتاجين، على المعوزين، على الفقراء والمساكين، ثم تفرغ منها وتعالى اتبعني حاملا شعاري. وما هو شعارك أيها المعلم الأعظم؟ شعاري هو الصليب، صليب البركة، صليب النعمة، ليست الصلبان التي تعلق فوقها أولئك الخاطئين والمجرمين، بل مع يسوع الصليب الذي حول الموت إلى حياة، والذي جعل من الصليب شعارا للفداء. يسوع القوي الملك يقول لذلك الشاب: تجرد من تلك الأربطة التي تجعلك ليلا ونهارا مربوطا بها ولا تستطيع الفكاك منها، وها أنت لا تشعر بسعادة ولا براحة، وتجيء إلي وأنت تعلم في أعماق نفسك بعد مرورك على جميع المعلمين أنني المعلم الصالح وليس أحد صالحا إلا الله. ها أنت تؤمن بألوهيتي. يسوع نظر إليه وأحبه، ولكن تلك الوقفة لم تكن كافية لذلك الشاب لأن يتجرد من مقتنياته، ولا بد أنه فكر
ثم عاد الى يسوع شابا نظيفا، كما عاد بولس الرسول بعد اضطهاده للمسيحيين وبعد تخلصه من جهله ومن عباداته السطحية، ولم يكن بعد قد احس بمفاهيم النعمة، ولكن عندما تلاقى بالمسيح وادرك عمق المحبة وما هي الحياة الصادقة وادركته النعمة، واذا به يرى يسوع ويرى ما لم تره عين ولم تسمع به اذن ولم يخطر على قلب بشر. وها نحن نرى مسيحنا في ايامنا هذه وذكرياته المجيدة عن طفولته وولادته في مزود للحيوان. يسوع الحبيب ظهر لنا في ثوب الوداعة والطفولة البريئة لكي نعتني بأطفالنا ونلقنهم الكلمات الروحية ونشعر أنهم أمانة فيما بين أيدينا سوف نحاسب عنها يوما من الأيام، ليكبروا في النعمة ويكونوا أبناء للكنيسة وأبناء للملكوت، وملكوت الله داخلكم ينير علينا بنور الإيمان الحقيقي بربنا يسوع المسيح الذي له كل مجد وكل تسبيح، وبه نحيا ونتحرك ونعيش ونطلب منه باستمرار بدالة البنوة وهو الأب الحقيقي أن يسمعنا. يا يسوع أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. المرة الماضية التصفيق الأخير ده اللي بتعملوه أنتوا أو البعض منكم، يسوع لا يستريح له لأنه ليس مكانه أو زمانه. حينما يكون مكان للتصفيق أقول لكم هيا بنا نصفق، لكن المخالفة غير مطلوبة، وأبناء الطاعة تحل عليهم البركة. الآن تنصرفون، وكما أقول دائما ثم تجيئون وفي أماكنكم تجلسون، وللمسيح أنتم الأحباء وهو الذي يرعانا جميعا، وانصرفوا بسلام. آمين.